من غرائب الآراء في الطب. يقول الدكتور رايموند فرانسيس في كتابه لن تمرض بعد الآن: أضرب الأطباء في كولومبيا لمدة 52 يوما عام 1973 فانخفضت نسبة الوفيات بنسبة 35%. وأضرب الأطباء في فلسطين لمدة شهر عام 1973 فانخفضت نسبة الوفيات بنسبة 55%. وإضراب جزئي للأطباء في لوس أنجلوس عام 1976 أدى إلى انخفاض نسبة الوفيات بنسبة 18%. بمعنى كلما زاد نشاط الأطباء كلما زادت الوفيات. هذا ملخص دراسات ذكرها البروفيسور رايموند فرانسيس، الذي لا يؤمن بمعظم تدخلات الطب الحديث، ويرى أن الطب الحديث يعالج الأعراض فقط ولا يغوص ويحلل المرض على مستوى الخلية، حيث أصل المرض يبدأ بإصابة خلية واحدة، وعلاج هذه الخلية المريضة يتم بإحدى طريقتين أو بكليهما، وهي تزويد الخلية بالعناصر المغذية التي كانت تنقصها وقد تكون سبب المرض، أو إزالة السموم المتراكمة. أما عن تفسير الدراسات للعلاقة الطردية بين نشاط الأطباء ونسبة الوفيات فترجع إلى عدة عوامل كالتالي: عمليات جراحية غير ضرورية، الأدوية الموصوفة والتي يرى البروفيسور رايموند أنها الكارثة الحقيقية، لأنها في الأغلب تحتوي على مركب أو أكثر من المركبات الكيميائية السامة، ناهيك عن التداخلات ونتائجها بين صنفين أو أكثر من الأدوية. ما هو رأيك؟